تعرف يا تعرف يا شو تعرف يا شوشو، ايه اللي بيخلي البني ادم محترم؟ ايه اللي بيخلي البني ادم محترم؟ مش عارفه. ولا ايهاب، الناس دايما بيسمعوا له، بيسكتوا خالص، ما بيتكلم، بيسكتوا. وانا بيبقى معايا الفلوس وانا اللي ماسك شغل ابويا، محدش بيسمع لي ابدا. تفتكر انا الصح ولا هو؟ انت مالك؟ وانا صغير ابويا قال لي ايه، قال لي وانت هتعمل ايه بالشهاده؟ الشهاده دي حته ورقه، انا مش هعمل بيها حاجه. اهو ايهاب بقى معاه الورقه وانا معايا الفلوس. عارفه يوم ما كنا في بيت الوزير، الناس كلها كانت عماله تسمعه قوي قوي، وانا بقيت واقف كده، بقيت بصراحه واقف. كنت كنت مدهوش، كنت كنت مدهوش، كنت مش عارف مش عارف مين الصح، ايهاب ولا انا. انت طبعا يا حبيبي اللي صح، بس مش عايزاك تنسى الموضوع اللي طلبته منك. عايزه فلوس، عايزه فلوس، عايزه فلوس، فلوس كتير على فكره، فلوس كتير. كبشي كبشي، وخدي اللي انت عايزاه، خدي الفلوس اللي انت عايزاها كلها. صباح الفل يا حاج. في خبر وحش يا حاج. لا اله الا الله، على الصبح كده؟ ايه خير؟ في ايه؟ الجماعه بتوع جمرك السخنه كلموني. ايه المناسبة يعني؟ جد من ساعتين كده نزلوا 20 كونتينر منتجات بلاستيك وسلك كهرباء، عايز يغرق بيهم السوق. ابن اللذينة، لا عارف انا المخازن عندي عمرانة وبعطش السوق. نزلهم في السكرتة، فاهم ان انا نايم على وداني. وده هتعمل معاه ايه يا يوسف؟ ولا حاجة، انا عملت خلاص. كلمت كل زبايننا وهوزع عليهم البضاعة اللي عندنا في المخازن كلها، واللي عايز هياخد واللي مش عايز برضه هياخد. واللي مش عايز ده هتخليه ياخد ازاي؟ يشتري خاطرنا وهي مردودة له. يا ابن اللعيمة حلوة ده يا يوسف. وبكده بقى نبقى غرقنا السوق. خليه هو بقى يبقى يقعد يطرقع صوابعه جنب البضاعة بتاعته.